بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الأيام التي نمر بها قلما مرت فيما مضى من التاريخ، يعني كان هناك فيما مضى مواجهات بين الحق والباطل، بين المستضعف والمستكبر، لكنها لم تكن بهذا الحجم وبهذا المستوى. فاليوم لا يستطيع أحد أن يدعي أنه في حيرة من تشخيص الحق من الباطل أو الاستكبار من الاستضعاف. اليوم المواجهة بين الحق والباطل بعض الناس مع علمهم بها، لكن بما أنهم ضعاف نفوس ينضمون إلى صف الباطل وهم يعلمون أنه صف الباطل ولا ضمان فيه، لكن مع ذلك طلبا لمصالح مؤقتة عابرة ينضمون إلى صف الباطل. حتى المؤمنون أيضا يزلزلون، يعني حتى المؤمن يصل إلى الشك حينما يشوف يعني قسم من الناس يفترض فيهم أنهم عقلاء لكنهم يسلكون الطريق المنحرف. هنا تكون البلبلة، ولا ينجو في هذه الحالة إلا صاحب البصيرة. ما هي البصيرة؟ شوف، بين البصر والبصيرة فرق. البصر هو هذا الذي حاسة اللي عندنا نرى بها الألوان والأشكال والأحجام. هذه الصورة مستطيلة لونها أبيض وسمكها سنتيمتر. أما البصيرة فمتعلقة بالحقائق وبالمحسوسات. أنت بالبصر تشوف الطويل من القصير، تشوف الدائري من المستقيم، تشوف الأسود من الأبيض. البصيرة متعلقة بالحقائق، تشوف الحق من الباطل، تشوف الشجاعة من الجبن، تشوف الصدق من الكذب، تشوف الاستقامة من الانحراف. هاي ما هي أمور محسوسة تنشاف، وإنما ترى آثارها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني الإنسان حينما يقوم بعمل غير صحيح هو يعلم أن هذا العمل غير صحيح. والدليل أنت شوف القط، شايف القط هذا إخواننا في الخليج يسموه البزون، مو بزون القط الهر، احنا نسميه في شمال أفريقيا القط. شوف هذا القط إذا تعطيه قطعة لحم أو شحم يأكلها قدامك ويبقى ينتظر المزيد، لكن إذا اخطفها ما يأكلها قدامك. شو يسوي؟ يشرد. وين يتعلم هو هذه أنه إذا اخطف يشرد، وإذا أعطوه شيء يأكله بدون خوف؟ هاي الفطرة في كل المخلوقات موجودة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ترى هذه كلها أمم،
هذا النمل والخي هي كلها مجتمعات مثلنا، لكن نحن مزودون بالعقل، وهذا العقل هو محل البصيرة. يعني في زماننا هذا هل هناك شك في أن من الظلم أن تهاجم أحدا في بلده؟ نعم. طيب ترامب راح عند فنزويلا واختطف الرئيس وأخذه إلى بلده وحاكمه في بلده، مع أن أمريكا لا تستطيع أن تحاكم مواطن غير أمريكي. الأمريكي هو يحاكم في المحاكم الأمريكية، أو إذا جنى جناية في أمريكا. نعم. أما هذا رئيس في بلده وراحوا جابوه وحاكموه وسجنوه. انتوا شفتوا دولة تكلمت دافعت عنه؟ شايفين دولة دافعت عنه غير محور المقاومة؟ ما يقدرون، لأنهم يبحثون عن الأمن والعافية المؤقتة، ويأجلون المشاكل للجيل القادم. شايف أنت لما ما تحل المشكلة الآن معناه أجلته إلى الجيل القادم، معناه خلقت صعوبات للجيل القادم. أنت خلقت صعوبات للجيل القادم، أنت تنصلت من المسؤولية فصارت المسؤولية على الجيل القادم، وهي خيانة في حق الأجيال، وهي خيانة في حق الأجيال. أنتم لاحظوا اليوم في العالم غير محور المقاومة البقية تقدر تطبق عليهم الآية الشريفة إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا ما أدري هذا نلعنه أم نحييه، هذا جيفري إبستين، هذا ما أدري يعني هل ينبغي أن نلعنه أو أن يعني نحييه، لأنه قام بعمل كبير في خدمة الإنسانية من حيث لا يشعر. هو كان يخدم الصهاينة بمشروعه، لكنه أدى خدمة إلى الإنسانية، والعالم كله عرف الحقيقة وبأن هؤلاء يأكلون حتى لحم البشر. واحد فيه رائحة الإنسانية يقدر يحترم هذا الناس اللي يأكلون لحم البشر ويتعدون على الأطفال. أكثرنا هنا عندنا أطفال، منو فينا يحب أن يتعدى واحد على أولاده؟ لكن هذا هو الذي يحدث، ومن طرف أكبر قوة في العالم قادتها يتعدوا على الصبيان وعلى البنات. ما هو الذوق الموجود؟ ما هي اللذة التي يمكن أن توجد في التعدي على الصبيان؟ هذا يعني أن أي مجتمع إذا فقد البصيرة فهو خارج الدائرة. وحتى المجتمع اللي عنده بصيرة ولكن بصيرته خالية من الولاية هو أيضا ببصيرته أيضا يقع في الفخ. يوم السقيفة خرجت فاطمة عليها السلام تتظلم مظلومة، سواء بخصوص فدك أو الخلافة، المظلومية واضحة. ما نصرها الناس إلا عدد قليل، مع أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، مرتين في مكة ومرة في الرضوان، أن يحموه وأهل بيته. هاي البيعة ترى كيف كانت، أن يحموه وأهل بيته. فنقضوا العهد يوم السقيفة وبقوا يتفرجوا، خايفين على أولادهم، ما خايفين على أولاد رسول الله. لا، أولاد رسول الله خلي يحرقوا البيت، المهم أولادنا ما يتأذون، زوجاتنا أيضا ما يحصل لهن أذى، وإحنا نكون في عافية. تدري أنت العقوبة أحيانا تتأخر سنة، العقوبة الإلهية أحيانا تتأخر 10 سنوات،
أحيانا تتأخر 50 سنة. عقوبة الأنصار تأخرت 50 سنة. بعد ما فاتت 50 سنة ووصل يزيد إلى الحكم، أرسل لهم جيش في واقعة يسموها وقعة الحرة، فقتلوا رجالهم وهدموا بيوتهم وتعدوا على بناتهم وأخواتهم وزوجاتهم أمام أعينهم ودعوا فلم يستجب لهم. معروفة وقعة الحرة، اكتب فقط وقعة الحرة في جوجل أو افتح كتاب. ليش يعني؟ أليسوا جيران النبي؟ أليسوا أنصار النبي؟ أليسوا يعني مسلمين حفاظ قرآن؟ فلماذا خذلهم الله كما خذلوا فاطمة؟ خذلهم الله. خذلتم وليتي أمتي حبيبتي، فإجا اليوم اللي تخذلون فيه. رب العالمين ما عنده هذا أخ نبي وهذا صاحب نبي وهذه زوجة نبي، ما عنده. إذا أنت ابن نبي، ابن نوح أيضا ابن نبي وهو من المغرقين، وإذا أنت زوجة نبي، زوجة لوط وزوجة نوح أيضا من أزواج الأنبياء، وقيل ادخل النار مع الداخلين. فالله سبحانه عز وجل ما عنده يعني ضمان لأي إنسان. فاستقم كما أمرت. اللحظة اللي تنقطع الاستقامة تبدأ استقامة جديدة. استقامتك الأولى راحت، فاستقم كما أمرت. يعني الاستقامة هي التواصل. أنت تصل مجموعة من النقاط بعضها ببعض يصير خط واحد مستقيم. لو تسقط نقطة نقطتين ما صار خط واحد، انتهى الخط الأول وبعده خط جديد. هاي مشكلة البصيرة. ترى حتى عندنا إحنا، يعني أنا تقول إحنا لأن أتباع أهل البيت، زين، إحنا هم عندنا البصيرة ناقصة. ترى ما عندنا هذيك البصيرة الكاملة، عندنا نقص في البصيرة. أولا نجامل الناس أحيانا اللي هم أعداء، وهناك فرق بين المجاملة والمداراة. وإذا خرجت من المجاملة والمداراة تدخل في النفاق، لأنه أنت راك قلت أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. أنت لازم تتلبس بها هذه الدعوة. أنت لازم تكون فعلا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم. ففي مقام المداراة لا تتعامل بالمجاملة، وفي مقام المواجهة لا تتعامل بالمداراة، لا تتعامل بالمداراة. الإمام الثاني يعني الراحل سيد علي رحمة الله عليه كم مرة يقول هاي المفاوضات ما فيها أي شيء، لا شرف ولا كرامة ولا أي شيء. كم مرة يقولها على التلفزيون للناس. لكن عندك مجموعة من السياسيين بلا بصيرة، بعد ما يسمع هذا الكلام من السيد يروح يفاوض. طيب بعد ما فاوض اجى رئيس جديد أمام العالم بأسره، مزق المعاهدة، مزقها قدام العالم. ثم بعد مدة طلب مفاوضات من جديد. يا أخي أنت مزقت النتيجة أنت على المفاوضات الأولى، فما الذي يمنعك أن تزيد؟ أنت أي ضمان عندنا؟ المناطق يعني أهل المنطق يقولون الوقوع دليل الإمكان. ما دام حدث ممكن يحدث 1000 مرة. وفي الأمثال أنه اللي يسرق بيضة يسرق 1000 بيضة، خلاص هو سرق، خلاص ما عنده حاجز. فأنت هذا الذي فاوضته على أي أساس تفاوضوا الآن؟ والسيد يكرر لهذه المفاوضات ما لها معنى، هذا خداع، هذا خداع، هذا خداع. لكن موجود بعض الناس مسوين أنفسهم يفتهمون أكثر من السيد.
ترى لأنه هم ما عندهم عمايم، هو عنده عمامة، فالعمامة تنقص شوية من الفهم، لكن هم عمامتهم تضربها، رؤوسهم تضربها الشمس مستقيم، فيعني الحمد لله الأشعة توصل. فنفس الشيء. وهذا المرة أتعس، أثناء المفاوضات قصفوهم، ما قصفوهم. طيب يا أخي، يعني ولهذا يعني هاي نعمة كبيرة، شهادة السيد رحمة الله عليه من جهة مصيبة كبيرة كبيرة كبيرة، لكن نجم عنها أيضا أمر كبير جدا. العالم اليوم أمام قوة جديدة، قوة شابة، والعاقل الذي كان يهدئ الأمور لم يعد موجودا. شوف الشيء اللي صاير الآن. أصحاب اللا بصيرة بعد ما عندهم حق، لا يتكلموا ولا يفكروا، ولن تسمعوا لهم صوتا أبدا، لأن كثير من الناس استغلوا حلم السيد وأخلاقه وكذا، حتى قاموا يتكلموا كلام ما ينقال، ما يقدروا يقولوه قدام، كانوا يتكلمون. وهذه معروفة. شوف الإمام علي عليه السلام كان يرد عليه واحد ملعون اسمه الأشعث، ارتد مرتين وغدار، يسموه عرف النار، معروف بالغدر، غدر بقومه، غدر بكندا، وبسبب غدره قتل 700 واحد في مكان اسمه النجير. اقرأوا في السيرة اللي يسموها حروب الردة. زين، كان يرد على الإمام علي، بس الإمام علي خليه. كان يقدر يرد على الخليفة الثاني، والله يسلخه سلخ، تعرف ما سلخ؟ شايف الكبش هذاك لما يجيبوه ويوخروا جلده عن بدنه هالشكل يسوي له. فالناس دائما يستغلون حلم الكريم ويخافون من لؤم اللئيم، لكن من هم اللؤماء. أما الكرام لما يشوفوا واحد كريم يعاملوه بالهيبة، يهابونه مو يخافونه. فرق بين الخوف والهيبة. الخوف موجود حتى عند الحيوان، الهيبة موجودة عند العاقل. أنا ما أريد أطول عليكم، بس فقط أقول لكم هذا حتى تعرفوا ما معنى البصيرة. يعني متى يفقد الإنسان الحياة؟ لما يفقد البصيرة يصير عايش هو والبهيمة نفس الشيء، وقت الأكل يأكل، وقت الشرب يشرب، وقت النوم ينام، وتطلع الشمس من جديد يروح يأكل ويشرب وينام، وتطلع الشمس من جديد، وهكذا يبقى حتى يموت. صاحب البصيرة لا، كل يوم عينه على المستقبل. هل أمسي أفضل من يومي؟ فبطن الأرض خير لي من ظهرها، أم أنه لا، أنا جاي متمسك بالقيم وبالولاية وبالأهداف يوميا. صاحب البصيرة هكذا ينظر، لأن أي ثغرة راحت البصيرة، والبصيرة إذا راحت صعب تعود، بنسبة 1 في المليون إذا راحت. شوف أنت يوم كربلاء، شوف ملي حتى تعرف غياب البصيرة. بعد المعركة ماذا فعل عمر بن سعد؟ جمع قتلاه وصلى عليهم مديرا ظهره للإمام الحسين وأصحابه الشهداء. وفي نفس الوقت يقول في صلاته، في الصلاة على القتلى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان الله، أنت قتلت آل محمد وتطلب من الله أن يصلي عليهم؟ يعني هل هناك عمى أكبر من هذا العمى؟ وهو لما أدار ظهره للحسين ومن معه معناه يعتبرهم لا يستحقون أن يصلى عليهم، يعني غير مسلمين، وإلا كان يجمع الجميع القتلى من هنا ومن هنا ويصلي عليهم كلهم ويقول أمرهم إلى الله. لا، هو صلى على جماعته، لأنه كان يطلب رضا ابن زياد ويزيد، ما كان يطلب رضا الله. اللحظة اللي يبدأ فيها الإنسان يقدم شيء على رضا الله يبدأ يفارق البصيرة. شو أحيانا إحنا تصير لنا مشاكل مثلا في أولادنا، في
وصرنا في كذا، ويكون ابني هو الظالم، لكن هذا ابني عزيز علي، فما أريد أخليه ظالم. فأبدأ ألفق، أبحث عن الحيل الشرعية وكيف التبريرات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهاي الأمور حتى أخرج ابني من دائرة الظالم، أخليه مظلوم. هنا أنا أخذت كيلومتر مسافة من البصيرة، كيلومتر. ومثل ما سويت هذه راح أسوي في واحدة ثانية، في شهادة الزور، في كذب، في كتمان. أنا لا أشعر، بينما في الحقيقة أنا فارقت البصيرة من زمان. اللي لحظة الموت يقول لا إله إلا الله بدون بصيرة، إبليس قالها، ما قالها فرعون، ما قالها آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، ما قالها. فإحنا يوميا نحتاج بالبصيرة، ترى مو بالعبادة، مو بتلاوة القرآن، مو بالصدقات أبدا، بالبصيرة، بالتفكر نحتاج. ولا تنسوا أنه عند الظهور الشريف اللي يواجهون الإمام مو فقط مخالفين، ترى لا عندك ناس يدعون الولاية سيقفون في وجهه. موجودة الأخبار هذه، لا يقول لكم واحد، موجودة الأخبار بأسانيد معتبرة وصحيحة، لأن مصالحهم تتعرض للخطر. شايف؟ فهذا اللي مصلحته تعرض للخطر، إذا ما هو صاحب بصيرة يقول لا هذا مو صحيح. وتعرفوا القصة هذه، أختم بها إن شاء الله، قصة واحد يقوم يقول يا صاحب الزمان، يقعد يقول يا صاحب الزمان، وفي الدعاء يقول يا ربي قبل الرحيل من هالدنيا أشوف أحظى بالكذا. فيوم من الأيام، أنا لا أدري مدى قصة هذه قصة، يعني مدى صحتها، لكن سمعتها من أكثر من خطيب، مو زين، وفيها عبرة. فيوم من الأيام دخل عليه شخص قال له أنت مو دايما؟ قال له نعم. قال له البستان الفلاني هذاك مغصوب، مو مالتك، هذاك البستان لازم ترجعه لصاحبه، وهي الأرض الفلانية مات الأيتام هذوك، ترى رجل. فيقولوا الرجل راح لشرفة البيت وقام ينادي أيها الناس الغوث، يعني ما أدري هل هجم عليه سارق والله هجم عليه حرامي والله زين. ليش؟ لأنه قال له هاي مسؤوليتك، هذا البيت مغصوب، هذا البستان مال الأيتام، إذا أنت صادق في ولايتك لأهل البيت لا يحل لك أن تحتفظ بالمغصوب، لا يحل لك أن تحتفظ بالشيء المسروق. لكن هو هنا سوى مثل عمر بن سعد، أأترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مأثوما بقتلي حسين. هذا كلام واحد عاقل، هذا كلام واحد قاعد يرجح. وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب ولي في الري قرة عين. يقولون عند الله نار وجنة وسجن وتعذيب وغل يدين، فإن يكن ما قالوا صحيحا فإنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، وإلا فقد فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحدثين. البصيرة ما لها علاقة بالعلم. لتشوفوا واحد مجتهد تقولوا هذا صاحب بصيرة. الإمام الراحل قبل ما يتوفى رحمة الله عليه كتب رسالة للشيخ منتظري، قال له إذا تريد لا تخلد في قعر جهنم فتب. والرجل مجتهد وقضى سنوات طويلة في السجن في زمان الشاه وعنده ملايين المقلدين وكذا، والإمام يهد. ليش؟ لأنه فعل هذه بالذات عنده معروفة القصة، عنده صهره يعني زوج أخو زوج بنته وقام بأمور كثيرة كذا، وهو جاي يحمي فيه، مجتهد مرجع جاي يحمي مجرم. عنده بصيرة؟ ما عنده بصيرة. البصيرة هي الدين. شوف واحد عنده دين وما عنده بصيرة،
اغسل يديك منه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره، وامنن علينا برضاه. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.